السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ست الكل هي اللي جايه لكم الوصفة دي. بس ما كنتش في الحقيقة ناوية ان انا اصور عندها وكده، ولكن يعني حبيت اوثق اللحظة عشان تبقى ذكرى وحلوة وسعيدة وكده، ان هي بنفسها يعني عملت لنا الكفتة. بشور بصل يا ست الكل. جايبه فلفل كمان عشان هتعمل لنا كفته. تعالوا نشوف طريقتها الجميله الحلوه اللي ما فيش ولا صباع قعد من جمالها. صلوا على رسول في الكومنتات، حطوا لايك لقناه اختكم الصغنونه، واعملوا شير كتير عشان غيركم يستفيدوا ويوصل اكبر عدد من المشاهدين. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في قناه اختكم. بشرة بصلتين 3 كبار كده حلوين، مش كبار اوي زي اللي انتوا شايفينهم دول كده، ده تبع البشر، على قرن شطة، على كام فص توم خرطتهم. والخضرة دي يا جماعة هتخرطها تمام. بعد ما خرطتها تحط عليهم كيلو لحمة مفرومة. ده كيلو يا جماعة، بس كان هو فيه نسبة دهون عالية جدا، فاهمين؟ جايب اكل من مطعم وكده. بصي بقى، وصفة جميلة جدا هتعجبك وتخلي الكيلو ده يبقى 2 كيلو. بمعنى حط لها كيس بيكنج باودر وادعيلي. والله احنا هنا تقريبا كنا جايبين كيس سليم، وما كان عندها شوية هتحطهم يعني. يعني انت عارفة ان هو الكيس معلقة على فكرة اهو. بصوا حطيت حوالي كيس وحبة صغننين. وجابت ب10 جنيه توابل كفتة. هنحط التوابل كلها ب10 جنيه. توابل كفتة اهي، عاملة زي الماجي يعني، وفيها كل حاجة كل ما تشتهيه. توابل الكفتة ممكن برضو يعني. بصوا، وحطينا مكعبين ماجي، ونحط شوية فلفل وشوية كمون. هنا ماما هتحط شوية فلفل وشوية كمون، ونظبط الملح بتاعها كده عشان ولا تطلع حادقة ولا تطلع دلع. ركزوا معايا يا بنانيت. بعتذر يا جماعة عن صوت المروحة، انا عن نفسي يعني هطفيها خلاص، صوتها مش لطيف، مش اخر حاجة يعني. بعد ما ظبطنا التوابل، ماما ما بتحبش هي التوابل كتيرة ولا افتكاسات في الحاجة، هو اخرها فلفل وكمون وشوية ملح. بما ان دي كفتة فحطيت لها ب10 جنيه توابل كفتة، وحبة خضرة كده، كوزين كزبرة كده صغننين، وعمالة تعجن فيها بقى ايه لتاني يوم عشان خاطر تبقى جاهزة يعني. تمام. بألف هنا وشفا ليهم يا رب، واللي كان ليه نصيب في حاجة وخدها. لحقت كده ماما صمغت الكفتة كلها كويس. لازم تحس ان هي فيها شعيرات كده وملمسها خلاص. ماما بتربط الكفتة بشوية زيت. عارفين يعني ايه بتربطها؟ بمعنى ان هي ما تكونش سايحة وعايمة على نفسها كده. بس للأسف ان اللحمة الكفتة دي كانت فيها نسبة دهون عالية جدا، وخلت الكفتة خست مننا جامد 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 جامد. ماما بعد ما سمعت الكفتة كويس جدا وحست ان ملمسها كده بقى ناعم، حاولت تلمها بشوية زيت عشان خاطر الكفتة ما تلزقش في ايديها. وهتحط الصينية كده شوية زيت بس مش مستاهلين يعني. وهتبتدي تسوي الكفتة وتعملها وتحطها. بصي بس هنا بتصبع الكفتة كطعم وريحة وشكل حاجة جنان، والله جنان. بصوا لحمة الكفتة كانت جميلة جميلة. مش اي لحمة كفتة بقى، مش اي حد تلاقيه بيعمل الكفتة يبقى شيف وماهر، لا. كده اهو
ماما حبيبتي كده صبعت الكفتة بجد، نقول لها تسلم ايديكي، جميلة جدا وروعة، وبيعملها لنا كتير يا ماما. بجد هي اللي بدأت فيها من اولها لاخرها، يعني كنت حابة اكلها من ايديها للامانة يعني. انا عملتش غير شوية الطحينة وخلاص. عملوا صينيتين يخشوا الشواية بقى، الفرن الاول وبعد كده الشواية. تعالوا بينا يلا نشوف الكفتة بعد ما طلعت. تحط شوية خضرة كده حلوين. بصي الصينية اللي كانت مليانة خست جدا، بس نزلت كمية دهون عالية. يعني هاتوا لحمة حمرا عشان ترمي معاكوا كتير. دي اللحمة صافي من غير برغل ومن غير اي حاجة خالص او اي اضافات، مفيش اكتر من التوابل بتاعتها وبس. ما شاء الله طعمها وريحتها تجنن تهبل وامانة. يعني انت عارفين بقى ان الناس التقيلة الكبيرة ديت هي الاكل بتاعهم بيطلع عجب. تسلم ايديك يا ماما، وبعملها لنا تاني كتير الوصفة دي، كفاية تعبك معانا. بصوا هي كان عاملة بقى ايه تقريبا، لا انا اللي عاملة بسلة بالجزر، وكان في رز